معانا رسالة صوتية ممكن نسمعها؟ أنا عندي 37 سنة وعندي تجربتين في الجواز. أول مرة كانت من اختياري، كانت زميلتي في الشغل. بعد ما بقينا في بيت واحد اكتشفت إنها عكسي خالص في الطباع، وما كناش متفاهمين إطلاقا، واتطلقنا بعد 2 سنين. بعدها أمي اختارت لي عروسة قريبتنا من بعيد. حاولت أعيش معاها بشكل كويس، بس هي الحقيقة كانت غيورة جدا، خنقتني يعني. وبعد 3 سنين خلفت منها بنوتة، بقت هي كل حياتي. لكن مشاكلنا كترت بسبب إن عندي صديقات في الشغل وعلى الفيسبوك، وده مجننها. الحياة بقت جحيم، وده فضل مأثر على تركيزي في شغلي، وما قدرتش أستحمل أكتر من كده. سبتها واتطلقنا، بالرغم من إن أنا من الشخصيات اللي صعب عليا أعيش شعور الوحدة. في واحدة زميلتي حاسس إنها كويسة، بس بصراحة أنا خايف من الفشل تاني. ياريت تقوليلي أعمل إيه؟ رأيي إن عينك زايغة، رأيي إن عينك زايغة وراجل كده مش مكفيه واحدة، وكل ما ياخد جزء يعوز الجزء التاني. يعني أنا يعني أنت أهم حاجة اللي عندك المشكلة الكبيرة إن عندك بنات. على فكرة هتتجوز التالتة وهتشوف ستات تانية وهنتجوز الرابعة. حضرتك عينك زايغة، امرأة واحدة لا تكفي، ده محتاج علاج نفسي. احنا فاكرينه طبع رجالة، هي رجالة كل يعني مش كلها، بس يعني عينها زايغة والرجالة بتحب الستات، بس في حاجات بتبقى محتاجة نغير طريقة تفكيرنا فيها، واعتقد ان انت عينك زايغة زيادة عن اللزوم. معانا رسالة صوتية تانية، اتفضل. مساء الخير يا دكتورة. أنا مشكلتي إن أنا اتجوزت مرتين وخايفة أتجوز المرة التالتة، الناس تعايرني. جوازتي الأولانية كان من راجل متجوز، شفته وحبيته، كان جار خالي. اتعلقت بيه طبعا، أنا مش عارفة فعلا اتعلقت بيه ازاي. كانت ضد رغبة أهلي، كانوا رافضين إن أنا أخد واحد متجوز، وأصريت واتجوزت. وبعد فترة ابتدى يهملني ويتأخر، يروح عند مراته التانية. اكتشفت ان هو مجرد ان هو كان متجوزني عشان يغيظها، عشان يجدد علاقته بيها، عشان يجدد حياته. وقعدنا استمرينا 1.5 وانفصلنا. بعد كده اتعرفت على واحد في النادي، بقينا نقعد مع بعض نتكلم مع بعض، ارتبطنا وفعلا اتجوزته. كنا مبسوطين جدا مع بعض. بعد فترة لقيته ابتدى يتغير، يخرج برا، يتأخر، يغيب عن البيت. لما واجهته قال لي ان هو لسه بيحب مراته الأولانية ومش قادر ينساها وما قدرش يحبني. قال للأسف طبعا أنا اتصدمت وقررت ان انا انفصل مرة تانية، وحاليا انا فقدت الثقة في نفسي ودخلت في حالة نفسية صعبة جدا، وبكلم حضرتك عشان تنصحيني اعمل ايه. هو بصي، دايما اللي بيطلع من أزمة لازم ياخد فترة راحة. يعني ما ينفعش راجل يرتبط بسيدة لسه متطلقة الأسبوع اللي فات أو متطلقة من 3 شهور. لازم يبقى في فترة هي تقيم الوضع اللي هي فيه، وما يكونش معرفتها بيه هروب. هم كمان الرجالة اللي انت عرفتيها دي كان معرفتهم بيكي هروب. الأولاني كان زعلان قوي مع مراته، لقى بنت صغيرة، انبسط قوي إنها ضحت بكل حاجة عشان تتجوزه. ضحيتي تضحية العبيطة دي ليه؟ إيه اللي يخليكي تتجوزي وانت صغيرة كده واحد متجوز ومخلف ومطلق؟ ليه يا بنتي؟ ليه؟ عشان إيه؟ أرجع وأقول تاني، من قلة الرجالة موجودين، والله والله موجودين. اتقالوا بس شوية، اتقالوا كده على نفسكم تاخدوا حاجة نظيفة. مستعجلة على إيه؟ التاني بقى لسه مطلق، برضه نفس القصة، طلع انه لسه بيحب مراته وما عرفش يحبك. يبقى الموضوع كله استعجال. ما ينفعش الاستعجال في الجواز. ما فيش حد بيعرف حد بعد أزمة.
لازم تعدي التروما بتاعة المشكلة عشان الشخص اللي قدامك يبقى على طبيعته، والاستعجال ما ينفعش. لكن انت كون الناس تقول لك اتجوزتي اكتر من مرة، انت في 2 محترمين ادوكي اسمهم. فهو انا عمري ما شفت ان الست بتتجوز اكتر من مرة ده عيب، لان الراجل اللي بيجي كل مرة بيبقى عارف انها تستحق تاخد اسمه. فمعلش، انت ست محترمة والجواز مش غلط، بس انت متسرعة. دلوقتي احنا معانا رسالة بتقول ان دي رسالة صوتية برضو. اوكي، معانا رسالة صوتية. أنا كنت محتاجة أحكي لك مشكلتي باختصار. أنا كنت زوجة وأم لولد وبنت. جوزي كان راجل خاين، كل شوية بيجري ورا واحدة شكل، ورغم إنه كان بيقول إنه بيحبني فضل يعمل كده لحد ما وصلني لمرحلة إني خلاص كرهته وما بقتش طايقاه. خدت عيالي وسبت البيت علشان يطلقني. بعدها اتعرفت على محامي وحكيت له حكايتي واني عايزة اتطلق من جوزي. كنت برتاح للمحامي ده وانا بتكلم معاه، وخليته فعلا رفع لي قضية على جوزي واتطلقت منه. بعدها قربنا من بعض جدا انا والمحامي، كان بيكلمني يطمن عليا من وقت للتاني، وشوية شوية بقينا صحاب قوي وابتدينا نخرج مع بعض، وطلب مني نتجوز عرفي، بس انا طبعا رفضت. اتجوزنا رسمي في شقتي اللي ابو ولادي سابهالي، واتقلب بعد الجواز بشكل غريب جدا، لا عايز يصرف ولا بيتكلم معايا ولا اي حاجة خالص، بيعامل ولادي معاملة وحشة. كل شوية بلاقي الحال عمال يسوء اكتر، فطلبت منه الطلاق واتطلقنا. ودلوقتي ابو ولادي بيبعتلي نفقة ما تكفيش حتى مصاريف الاولاد، وجايلي عريس كويس، بس خايفة اني اتطلق تاني وافشل تاني واعيد التجارب السيئة دي تاني. قوليلي اعمل ايه؟ العريس الاولاني او الزوج الاولاني مش عينه زايغة، بس هو خاين، هو معجون بالخيانة، هو عايز يصطاد طول النهار. رجالة بتحب تصطاد ولازم نديها العذر لحد ما ان راجل بيحب يحس ان هو قدر ان واحدة يعني يصير اعجابها. لكن لما يبقى القصة متكررة وانت صبرتي عليها، اوقات بيكون الغلط انك انت برضو صبرتي عليها. كان لازم تاخدي موقف حاد اكتر من كده من اول مرة. ما هو لما تكون اول مرة عدت والتانية عدت، التالتة ما بتعديش ليه؟ ما هتعدي برضو. فاحنا محتاجين الحاجات اللي ما نقدرش نعيش بيها ناخد فيها قرارات حاسمة. المحامي بتاع حضرتك اللي استغلك ده عارف ان عندك شقة، وعارف انك انت ظروفك مناسبة وانك متطلقة، واللي يعرض عليكي يتجوزك عرفي في الاول ده ما تتجوزيهوش. هو عرض عرفي، خلاص ده راجل مش جاد. لما انت ما وافقتيش عرض الرسمي، هو راجل مش سليم اصلا. لو بيحترمك ما كانش عرض العرفي. وبعد كده ظهر على حقيقته. هو كان ظاهر من الاول. المحترم بيبان واللي مش محترم بيبان. تيجي للجوازه الثالثه انت بتتجوزي عشان يصرف على اولادك. اعتقد ان الدخله دي برضو هتوصلنا للفشل. لا، حضرتك عيشي على قدك وحاولي تظبطي نفسك انت وولادك باي دخل بيجيلك. حاولي تشتغلي حتى ولو من البيت، حاولي تعملي اي ان شاء الله تعملي اكسسوارات وتبيعيها على الانستجرام. في مليون طريقه النهارده ممكن يجي بيها شغل وفلوس من غير راس مال كبير او من غير شهاده. لكن تتجوزي واحد عشان فلوسه، حضرتك برضو يبقى انتظري الطلاقه الثالثه. فارجوكي اعتمدي على نفسك وربي ولادك، والجواز ده بتاع ربنا. اشكرك.